السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا كل أصدقاء القناة. فيديو جديد. آه، يعتبر الفيديو دوت ردا على كل الكلام بتاع الزملكاوية اللي حاصل اليومين اللي فاتوا دول، وآخرها فيديو. وطبعا الكلام من زمان، بس في فيديو أنا شفته النهاردة لواحد مشجع زملكاوي بيتكلم فيه عن اللعيبة بتاعة الزمالك اللي جت الأهلي والكلام ده كله، يقول لك إن إحنا بناخد من وراه. طيب، تعالى يا عم الظريف، يا عم الخفيف انت وهو، نقول الاهلي خد من الزمالك فين؟ امام عاشور، هو انت كان عندك امام عاشور؟ ولا امام عاشور ده كان محترف في نادي؟ ولسان امام عاشور انه ساعة ما جه عرض نفسه على الزمالك، وانتوا اللي قعدتوا تمطلوا فيه وتقولوا لا وشوية ومش عارف ايه والكلام ده كله. يعني هو كان في ميتلاند وخلص او ما خلصش وكان عايز يرجع مصر تاني، وجالكوا في الاول وانتوا طبعا الحسابات بتاعت نادي الزمالك وان مفيش فلوس الله اعلم، او مفيش سمسرة كويسة بينالكوا الله اعلم برضو، كانت هي السبب ان الصفقة فشلت ومعرفتوش تكملوا معاه. ادي امام عاشور. بن شرقي، بن شرقي ده بيلعب عندك وانا معرفش؟ انا خدته من عندك، جبته من عندك. ده واحد بيلعب في قطر، واحد بيلعب في قطر ملوش اي علاقة بيك، وانت مش موديه اعارة، ده انت موديه بيع، وكسبت فيه او خسرت فيه الله اعلم، معرفش ظروفك انت والنادي بتاعك. باخد منك فين؟ باخد منك فين؟ كهربا ما انا خدته منك؟ كهربا كان عندك لما انا خدته؟ وكهربا كان عندك ولا كان جاي من الاتحاد السعودي؟ خدته منك فين؟ خدته منك فين؟ انا بديك بس ما باخدش منك، انا بديك. حتى اللي مفروض ناس بتفهم كورة عندكم في النادي كانوا طالعين مع ابراهيم فايق يقول هو ليه الاهلي باصص في طبق الزمالك؟ كل ده برضه عشان صفقة بن شرقي. صفقة بن شرقي اصلا بعضمة لسان كنتوا يا شوية محللين، انتوا كنتوا هتجيبوه ورجل اعمال هيدفع الفلوس كلها، ولكن مجلس الاداره حب يشغل دماغه، اللي هي ايه؟ تشغيل الدماغ في الزمالك على مدار كل مجالس الادارات، ادفع جزء والباقي اقساط، وبعدين ما ياخدش الاقساط فيروح يشتكينا، وبعدين المجلس اللي بعدنا يحل. مش هي دي تشغيل الدماغ؟ يعني انتوا كنتوا فوتوا اشرف بن شرقي وكان المفروض هيجي لكم في النهايه، ده على كلام الناس اللي عندكم في مجلس الاداره، والله اعلم برضو الكلام ده كان صح ولا غلط. لكن لما يجي اشرف بن شرقي ويقعد في اي برنامج اهلاوي مع احمد شوبير او مع اي حد على قناه الاهلي، ساعتها ممكن نساله في السؤال دوت ويجاوب زي امام عاشور برضو كده ما جاوب وطلع فضحكم قدام الجماهير. بس مع الاسف الشديد ان في شويه جماهير عندكم مغيبه لغايه دلوقتي وماشيه ورا كلامكم زي القطيع بالظبط. زي القطيع ما بتفهمش وما بتشغلش دماغها. يعني انت اشرف بن شرقي كان هيجي لك على كلامك الله اعلم، ما انا لسه بقول برضو لما يقعد في قناه النادي الاهلي هيجيب كل المستخبي، وقلت هتدفع له الفلوس كلها ورجل اعمال هيتحمل الليله كلها، جيتوا شغلتوا دماغكم فقال لكم لا. زيزو اللي عندكم اهو، اللي قاعدين بتقولوا زيزو مش زيزو مش عارف، انت مش عايز تجدد له او مش عارف تجدد له، وفي الاخر خالص لو جه الاهلي يقول لك بالرغم ان انا متاكد ان شاء الله زيزو مش هيجي الاهلي ومش عاوز يجي الاهلي، يعني هو كلعيب انا مش عايزه اصلا يجي الاهلي، بقى عندنا في المركز بتاعه ده كتير. فبخطف منك فين يا بتاع انت؟ انت ما انت عندك كانت عندك الفرقه ديت واتغلبت دوري واتغلبت مباراة مباراة القرن وخدت على عينك وخدت على دماغك وكان عندك الفرقة دي. عملت بيها ايه؟ عملت بيها ايه؟ تعالى يا موسيماني قول له، موسيماني تعالى الحقهم عشان احنا عايزينك. عملت بيها ايه؟ عملت بالفرقة اللي انت فرحان بيها وكنت قاعد بتقول عندنا وعندنا وعندنا، عملت بيها ايه؟ الاهلي ما كانش عنده فريق وكان بياخد دوري وبياخد افريقيا، ما كانش عنده فرقة، بس كان عنده لعيبة رجالة. ما كانش عنده فريق بس كان عنده لعيبة رجالة. ده اللي يفرق. انت عندك مين وبيلعب ازاي؟ انا عندي مين وقلبه على النادي ولا لا؟ لعيب قاعد بيتحايل عليكم عشان خاطر تبوسوا ايديه عشان خاطر يجدد. ومش زيزو بس،
ده قبل كده كان فرجاني ساسي وضربكوا بالجزمه القديمه، اسف في اللفظ بس ملاش لفظ غير كده، ومشي. حتى بن شرقي برضه اداكوا على عينكم ومشي. في ايه؟ انتوا ناسيين انتوا نفسكم؟ انت نسيت نفسك؟ تعال اقول لك بقى، انت خدت مين من الاهلي؟ خدتوا حسام ابراهيم وجابوا لك دوري. خدتوا حسام ابراهيم وهم اللي جابوا لك الدوري مش الفرقه. حسام ابراهيم اللي جابوا لك الدوري اللي انت خدته ساعه ما جالك. ده اللي انا ناوي عليه. في ناس بتقول جمال عبد الحميد، بس انا مش مقتنع بالموضوع دوت، ان جمال عبد الحميد ممكن يكون جاب دوري للزمالك، ممكن مع الفرقه اللي كانت موجوده معاه لكن انا خدت منك مين؟ مباشره، مباشر كده، خدت منك مين؟ مفيش حد. بطيخ. موضوع بقى ان الاهلي بيعمل كوبري وما بيعملش كوبري وبيعمل نفق وما بيعملش نفق، الكلام دوت تضحكوا بيه على جماهيركم انتوا، لانها زي ما قلت هي ماشيه قطيع وراكم. اللي مجلس اداره بيقولوا، اي مجلس اداره في الزمالك، اي مجلس اداره في الزمالك بيقول اي حاجه القطيع بيمشي وراه مهما كان، مرتضى او اللي ماسك دلوقتي حسين لبيب. زي ما لبسكوا كده ان انتوا اكبر قلعه رياضيه في مصر، وفي الاخر طلعتوا اكبر قلعه رياضيه في مصر وقلعتوا كلكم. قلعتوا. اخرها الماتش اللي فات، اخرها الماتش اللي فات خدت، بتقول انك خدت مني عبد الله السعيد. عبد الله السعيد مين اللي خدته مني؟ عبد الله السعيد، عبد الله السعيد مضالكوا وهو كان لسه سنه صغير، ولما الاهلي عرف مضاه، مضاه وجمده وباعه، مضاه وجمده وباعه واستفاد منه، وبعدين راح بيراميدز، وبعدين انت خدته من بيراميدز. خدت مني عبد الله السعيد فين؟ فين عبد الله السعيد اللي خدته مني ده؟ انتوا مجانين، انتوا مجانين. الصفقه بيتقال عليها صفقه خدتها من الغريم بتاعك لما يكون اللاعب بيلعب عندك بتيشيرتك وجه مضى عندي، زي رضا عبد العال. فاكرين رضا عبد العال؟ هو رضا عبد العال. فاكرين معتز اينو؟ هو معتز اينو. فاكرين مؤمن زكريا؟ هو مؤمن زكريا. دي الصفقات اللي جت دايركت كده، تيك 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 تيك. لكن لعيب انا ما حطيتوش في دماغي اصلا ولا حطيته في بالي وبعته وجمدته قبل ما ابيعه، وبعدين راح لف على 3 انديه ولا ناديين، وبعدين انت جاي تاخده وتقول لي ده انا واخده منك؟ واخده مني مين يا ابني؟ ولاعيب مين اللي انت بتربيه عندك؟ بتربيه ايه ده؟ انت بت اسف يعني، ده خلاص ده معدي. بل انتوا اصلا كده كده فاتحين النادي بتاعكم سبيل لشيكابالا وعبد الله السعيد. شوف السن يا ابني اللي بيلعبوا فيه. واخد منك فين؟ انا قلت لك ان انا بديك، انا بديك، لكن ما باخدش منك حاجه. انت ما تعرفش، انت ما تعرفش. وبعدين يقول لي ما انا واخد منك ناصر ماهر. ناصر ماهر انت واخده مني انا؟ ناصر ماهر سايبته بقاله كام سنه والله اعلم، اصلا انا مش فاكر اقسم بالله حتى بعد ما ساب الاهلي يروح لعب فين. ناصر ماهر مين؟ ناصر ماهر مين؟ يعني انا اصلا مش فاكر ان انا استغنيت عن ناصر ماهر ده راح لعب فين، ولا انتوا جبتوه منين اصلا؟ يبقى خدته مني ازاي؟ خدته مني انا ازاي؟ واحمد حمدي، احمد حمدي انت واخده مني انا؟ يعني انا احمد حمدي انا خرجته وبعته وكان بيلعب في الدوري الامريكي، وانت رحت جبته من الدوري الامريكي. يا عم انا هخليني معاك، انا هخليني معاك ان انت خدت اللعيبه دي مني. شفتني عملت زيطه وصياح وقعدت اقطع في قلبي عشان خاطر انت خدت اللعيبه دي في 60,000 سلامه. انا هفترض فرضا بعقليتك انت ان انا خدت اللعيبه، ان انت خدت اللعيبه دي مني، بالرغم ان انا لعبد الله السعيد انت واخده من بيراميدز، وبعد ما بيراميدز قال له كمان خلاص انا مش عايزك. ناصر ماهر نفس الموضوع، انا ما اقول لك انا مش فاكر بعد ما الاهلي سابه هو راح لعب فين وانتوا جبتوه منين. تمام. والتالت احمد حمدي من الدوري الامريكي. انت اما خدتهم بقى انا قعدت وليه وما تسيبوناش وهنرجع ومش هنرجع. انتوا زيزو في ناس طالعه بتقول خد مرتباتنا عشان تمضي للنادي وتجدد للنادي. واحد تاني طالع يهدده بالقتل. واحد كمان رايح الكعبة عشان يدعي على إمام عاشور. شايفين عقليتكم انتوا واصلة فين؟ شايف العقلية بتاعتك واصلة لفين؟ تقول لي أنا باخد منك، تاخد مني فين؟
انت بتاخد مني، انا عارف ان انت بتاخد مني، انا بديك كتير، انا عارف والله ان انا دي حاجه انا عارفها. لكن انت خدت مني انا لعيبه؟ ده انت مجنون. لو بتفكر كده تبقى انت مجنون. وانا بالتالي انا ما باخدش منك انت لعيب. انت لعيبتك بتسيبها او بتبيعها او اي حاجه. ومش كل لعيبتك، ما انا لو قاعد برايل على اي لعيبه انت بتسيبها، كان زماني جايب نص الصفقات اللي رفع عليكم قواضي. انتوا نص اللعيبه، مش نص اللعيبه، مفيش لعيب خرج من عندكم او مدرب ما رفعش عليك قضيه. ما رفعش عليك قضيه عشان خاطر الفلوس اللي انتوا واكلينها عليه. فاعقلوا كده وخليكوا ناس بتفكر وبتفهم، او بعضكم يعني برضه، عشان الواحد ما ي- ايه ما يعممش وما يجمعش. لكن الناس اللي هي اللي بتفكر ديت مفروض توعي الناس اللي ما بتفكرش. اللي بيفهم يعرف اللي ما بيفهمش، ده المفروض. او ما بتفهمش ما تتكلمش اصلا، ما تتكلمش خالص وتسكت. الاهلي كان بيجيب لعيبه وهو بيلعب بالعقل بقى وبالمنطق. بالعقل وبالمنطق الاهلي كان بيجيب لعيبه وهو بيلعب في افريقيا وبيلعب كاس عالم الانديه عاديه يعني. 5 سنين في 5 مرات كاس عالم الانديه، وهو تالت عالم. انت بقى متخيل بعقلك ان انا لو عرضت دلوقتي على اي لاعب وتعالى عشان تلعب كاس عالم لاول مره، هيتعمل كاس عالم الانديه زي بطوله العالم كده، وهتلعب ماتش افتتاح. انت متخيل الكلمه دي بس؟ تخيل الكلمه دي بس تتقال كده لاي لعيب وهو جاي الاهلي بيبدا يفاوض معاه. بس مش هيقول حاجه تاني. يعني اللي هيتفاوض مع اي لعيب مهما كان اسمه مش محتاج يقول كلمه تانية. هيبقى التفاوض بقى في ايه؟ في الفلوس. لكن تعالى في كذا 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 في شهر 6 عشان تلعب كاس عالم الانديه. ما كانش ما كانش المستشار تركي طلع وصرح خدوا كريستيانو رونالدو 6 شهور اعاره والمرتب من معايا. مستوعب؟ وانت مستوعب ولا دماغك ما فيهاش حاجه، ما فيهاش غير بليله؟ يعني انت مستوعب ولا الدماغ ديت فيها بليله بس؟ عصير البرسيم اللي شربه مركز ولا مأثر على دماغك؟ فاهدى وخليك منطقي. خليك منطقي في ايه بقى؟ انا عملت فيديو قبل كده وقلت ان بيراميدز ما بينافسش الاهلي، بيراميدز بينافس الزمالك. والدليل اللي حصل امبارح. شلتوا 3 بالراحه، 3 بالراحه، ورا مصنع الكراسي، فوق سطوح، في الجراج تحت. شلتوا 3 بالراحه. وبالرغم من الغلطات الرهيبه في التحكيم، مفيش حتى في بيراميدز طلع اتكلم ولا قال اي حاجه، وكأن الماتش كان عادي جدا. برغم ان في غلطات. انا كاهلاوي لو بتكلم على غلطات تحكيم، لا تعالى، في ضربة جزاء على الونش. الا لو كانوا دمجوا قانون كرة الطايرة مع قانون كرة القدم لصالح الزمالك جوه خط ال 18. ملهاش حل تاني. اللعيب يطلع يعرف ياخد بلوك كده، ياخد بلوك في الملعب بتاعه. ما هي خط ال 18 دوت هو ملعب ايه؟ هي منطقة الزمالك. فاللاعب ممكن يطلع ياخد بلوك في ملعبه عادي، مفيش مشكلة، ما تحسبش عليه حاجة. ده الحل اللي انا قاعد بفكر فيه وما لقيتلهاش غير في اللعبة دي بس. الكرة الطايرة، لا يد ولا سلة ولا قدم، هي الطايرة الوحيدة ينفع يطلع ياخد البلوك، وما دام في ملعبه مفيش مشكلة، واللاعب اللي بعديه زميله يكمل الكرة عادي. دي كورة. الكرة التانية كانت على بيراميدز. وانا انا لو حكم هدي اقل حاجه فيها طرد، اقل حاجه فيها انذار، كارت اصفر. لمين؟ للشيبي. فين؟ في التدخل بتاع الشوط الاولاني اللي اتحسب اوت، والشيبي كان ضارب من غير كوره. انا هحسبها بقى ان هي ضرب من غير كوره، مش هحسبها ضرب متعمد. هو ما هي الكوره بره، الكوره مش بره خط التماس. فهو ضربه على سن الكوره بره واتحسبت اوت. مفيش حد طلع قال الشيبي المفروض ياخد انذار في الكوره دي. تمام. انا مش عارف مين اللاعب اللي اتصاب عندكم في الكرة اللي هي كانت مشتركة في الهوا والمهاجم بتاع بيراميدز زق. انا مش عارف اللي هو كان وقع على جنبه دوت. الكرة ديت فيها طرد. الكرة دي فيها طرد، مش انذار. الكرة دي فيها طرد. طرد. في حد زملكاوي
علق على الثلاث كرات دول؟ لا. حد من بيراميدز علق على الثلاث كرات دول؟ لا. ليه؟ حبايب بقى وقرايب وزيتنا في دقيقة. وطلع واحد يقول إيه يعني 3 نقط لبيراميدز بس 3 كتير. متخيل بقى عقلية برضو الزملكاوية، عقلية الزملكاوية اللي بيطلعوا يحللوا في القنوات او بيطلعوا يحللوا في القنوات او بيطلعوا يقولوا رأيهم. يقول لك ايه يعني ما هي في بيتها بس 3 كتير. انت مجنون، انتوا مجانين، انتوا مجانين. فخلاصة الكلام يا ابن يا ابن الحلال، انت وهو وهي اللي هي برضو المذيعات اللي على قناة نادي الزمالك. ركزوا في فرقتكم، سيبوكم من الاهلي خالص. ركزوا في فرقتكم، سيبوكم من الاهلي خالص. وصفقات الاهلي بقى بعيدة عنكم، بعيدة عنكم خالص وتماما، خالص تماما تماما. ركز في فرقتك حبيبي، وشوف انت تعرف تاخد مركز تاني اصلا ازاي. شوف هتعرف ترجع تاخد مركز تاني ازاي وامتى. وبعدين ابقى ارجع اتكلم واقول قمة الدوري المصري وانا القطب التاني وانا الموجب والسالب وانا اكبر قلعة رياضية في مصر. انت خلاص بقيت بتقلع قدام كل الفرق. تمام. ركز كده يا حبيبي مع فرقتك الزمالك، مالكش دعوه بالاهلي، عشان ما القطر اللي بيقف قدامه بيدوس عليه وانت تداس عليك من طوب الارض. الاهلي كده كده دايس من زمان وقاعد فرمك، مش دايس بس، ده الاهلي فرمك وعجنك رايح راجع رايح راجع وداس عليك 10 مره. في النهايه، في النهايه الاهلي والصفقات بتاعته واللي عمله الكابتن محمود الخطيب والاداره شابوه. اهم حاجه، اهم حاجه بقى دلوقتي في ايد مارسيل كولر. الصفقات ديت هيقدر يوظفها ويخليها تلعب ازاي بس.